مرات تمريره جميله نادي الرياضيين، لقاء رياضي أسبوعي على شدا اف ام. بغا يجي شي رئيس غار بغاو يضاربوا شغل، انا ما منخرطش، ما كنديرش اجتماعات. قلت لك تخوف، قلت لك ضربه بالكوو. نادي الرياضيين، نتائج، تحليل، نقاش. مشينا الثالث. نادي الرياضيين كل حد من 6 ل 8 من 6 ل 8 العشية مع منير أوبري على شدا اف ام. أعزائي الرياضيين، مساءكم سعيد وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حصة جديدة رياضية على شدا اف ام، حصة نادي الرياضيين التي نقدمها لكم كل يوم أحد ما بين 6 مساء و8. طبعا في حصة اليوم سنلتقي مع مجموعة من الأخبار الرياضية، وسنحاول أن نناقش موضوع اليوم وهو حول بطولة فئة الأمل. طبيعة الحال موضوع متشعب جدا حول بطولة الأمل. غالبا ما نسمع لازمة أولاد المدرسة، أولاد الفرقة، أولاد الاسبوار. طبعا سنناقش مجموعة من الأشياء الخاصة ببطولة الأمل، مجموعة من الأسئلة سنحاول أن نجيب عنها مع مختصين وأبناء الميدان، وبطبيعة الحال سنحاول كذلك أن نرى هل بإمكان لاعب الأمل المغربي في فئة الأمل أن يندمج مع فريق الكبار. كل هذا مع مجموعة من الضيوف الكرام الذين سنلتقي بهم عبر الهاتف مباشرة على شدا اف ام، من بينهم عبد الواحد بن حسين مدرب فئة الأمل الذي حاز المركز الثاني مع فريق المغرب التطواني، ثم سنعرج صوب عزيز الصمدي مدرب فئة الأمل لفريق الجيش الملكي، وطبعا لن ننسى ذوي التجربة المدرب الحاج محمد نجمي الذي درب فريق الرجاء البيضاوي في الوقت الذي كانت تلعب فيه مباريات الأمل في رفع الستار. وطبعا لن ننسى نتائج الدورة السابعة من بطولتي القسم الأول والثاني اللتان جرتا نهاية هذا الأسبوع، دون أن ننسى بعض الأخبار الرياضية المتفرقة. تيفو التيفو الذي سننطلق به هذا اليوم هو على الشكل التالي. لجنة الانضباط والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد أصدرت خلال الأسابيع القليلة الماضية أحكاما سابقة على فريق الرجاء البيضاوي في أعقاب أحداث الشغب التي رافقت مباراته مع الجيش الملكي، ثم كذلك أصدرت أحكاما على فريق الجيش الملكي وجمهوره في أعقاب مباراة الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي. وطبعا تابعنا جميعا أنه تم تطبيق القانون بمعاقبة الفريقين. في الدورة السابعة التي جرت نهاية هذا الأسبوع تم رمي القنينات أو ما يعرف في القانون بالأجسام الغريبة عن محيط مباراة كرة القدم، وهذا في مباراة المغرب التطواني والنادي القنيطري يوم أمس. وكذلك في مباراة اليوم شاهدنا عبر شاشة التلفاز رمي بعض الأجسام القنينات في مباراة نهضة بركان والوداد البيضاوي. نتساءل ونتمنى هل سيتم تطبيق القانون دون اعتبار فريق الرئيس فوزي القجع نهضة بركان، ودون اعتبار فريق المغرب التطواني وعضوه الجامعي الحاج عبد الملك أبرون. نتمنى أن يتم تطبيق القانون في كل الأحوال حتى نعطي صبغة جديدة لمفهوم الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات، خاصة على مستوى إحدى أقوى الجامعات الرياضية في المغرب وهي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وجرت نهاية هذا الأسبوع مباريات الدورة السابعة في بطولة القسم الأول، حيث انطلقت المباريات يوم الجمعة. فريق الرجاء البيضاوي تعادل مع أولمبيك خريبكا ب0 لمثله، وفريق الاتحاد الزموري الخميسات انهزم أمام فريق الكوكب المراكشي ب1-0، هدف لويس جيفرسون في الدقيقة 19، في الوقت الذي فريق الدفاع الحسني الجديدي فاز على أولمبيك أسفي ب3 أهداف مقابل شيء، أهداف رضا الله الغزوفي في الدقيقة 12، ويليام توغيميل في الدقيقتين 53 و77. المغرب التطواني خسر مباراته أمام النادي القنيطري ب1-0، هدف سعد الكرو في الدقيقة 22. وشباب أطلس خنيفرة فاز على المغرب الفاسي بهدفين مقابل هدف واحد، سجل لفريق شباب أطلس خنيفرة عبد العالي لعبوا بالدقيقة 46 ومحمد أونجم في الدقيقة 90، الهدف الوحيد للمغرب الفاسي أنور العزيزي الدقيقة 77. نهضة بركان تعادل مع الوداد البيضاوي هدف لمثله، ضربة جزاء لعبد المولى بن رباح في الدقيقة 33 ومالك إيفونا يعادل النتيجة في الدقيقة 43.
الجيش الملكي فاز على حسنية أكادير بهدفين لواحد. يونس حماد الدقيقة 23 وهدف في مرماه محمد الطاوس لفائدة الجيش الملكي الدقيقة 31، وهدف حسنية أكادير بديع أووك الدقيقة 56. وفي الساعة 7 من مساء اليوم مباراة شباب الريف الحسيمة والفتح الرباطي كآخر مباراة عن مباريات الدورة السابعة. ويسعدني استقبال الضيف الكريم الصديق العزيز اللاعب الدولي السابق، لاعب فئة أمال الرجاء البيضاوي في واحد الوقت، في واحد الجيل ذهبي جميل، زكريا عبوب. اهلا اخ منير، اهلا جميع مستمعي راديو شدا اف ام. فئة الأمال زكريا، سؤال كبير، سؤال عريض، واش هذيك هي الفئة اللي كنقولوا هي المراية ديال اللاعب، واش غادي يطلع ولا غادي يبقى في بلاصتو؟ هو حقيقة هادشي هو اللي مبقيناش كنشوفوا دابا، مبقيناش كنشوفوا اللعابة ديال الامل كيت تندمجوا مع الفريق الاول، وكيف ما كنعرف فريق الامل دابا خدينا عليه واحد الصوره اخرى، هو كنقولوا خاصنا نتائج. انا بالنسبه لي النونترينور ديال لي زيسبوار هو كيبريبار واحد 3 ولا 4 جوور كيكونوا كيلعبوا في ليكيب بروميير، كيكونوا دي جوور كيدغيا كيتانتيغراو في ليكيب بروميير، وكيعطي كيقول فوالا انا راه دي جوور ها كيفاش وجدتهم تاكتيكمون حتى فيزيكمون حتى تكنيكمون. هذاك الشيء راه ما نهضروش عليه، كتكون ايني عندك كتكون جيبي، ولكن كتكون كيعطيك شي اضافات اللي كتقدر تستغلها في الفريق الاول، وكتقدر حتى على انا كنهضر اون جينيرال غنهضر على عامه على كيفاش عندنا لي زيسبور هنا في المغرب، ولكن خاصه نهضر على فريق الرجاء البيضاوي لانه انا لعبت لي زيسبور فريق الرجاء البيضاوي، لانه حتى تاريخيا ربما اكبر فئه اللي طلعوا منها اللاعبين كثار، يعني ما يزيد على 11 لاعب، كانت في الفئات الامل ديال الرجاء البيضاوي 97 98. كان عمل لانه حتى اللي خدا لا روليف اخذها جمال فتحي، ومن موراه كانوا عنده دي زيسبور هما اللي مزيانين، كان فيهم هشام بوسروان، كان فيهم تاج الدين، كان فيهم طاحون، كان فيهم عبد الواحد عبد الصمد، كان فيهم خرازي، كان فيهم كيف كاين واحد لا كونتينيتي. انا كناخذ المشعل وكيكملوا خدا محمد، جا محمد نجمي يكمل لو طرافاي، كملوا عاوتاني جمال. هنا ما بقيناش كنشوفوا هادشي، ولينا كنشوفوا دي جوور اللي كيلعبوا في الفئات السنيه ديال الفريق، ومن بعد كتلقاهم بريتي. هو البريتي مزيان، ولكن خاص تبقى عندي ريفيرونس ديالي، تكون عندي واحد 3 ولا 4 جوور باش نشوف او موان باش يكون لومبرانت ديالي ديما كاينه ليدونتيتي. اذا زكريا غادي نرجعوا لهاد المواضيع، واكيد غير من هاد الكلمات اللي غير تداولنا الان كيبينوا على ان موضوع كبير ديال هاد الفئات الامال. غادي نطرحوا واحد المجموعه الاسئله اللي الجمهور المغربي ربما غادي يكتشفها مع مجموعه ديال الناس. فقط غير نذكر بالنتائج ديال بطوله القسم الاول، بغيت من عندك تعليق على النتائج لحد الساعه اليوم. كيفاش شفتي المباريات، النتائج ديال الدوره 7 من مباريات البطوله؟ وكنظن بانه المفاجاه ديال الدوريه انتصار ديال فريق النادي القنيطري على انتصار ديال النادي القنيطري على فريق المغرب التطواني. كنظن بانه فريق النادي القنيطري يقدر يديباسي هذيك لا بيريود اللي كانت عنده دو فيد، اللي كانت عنده داك لو باساج دو فيد اللي كان عنده قدوم مدرب جديد. فكنظن بانه 2 انتصارات غتعطيه واحد شويه ديال لا كونفيونس اللي يقدر يكمل بها المشوار ديالو في الشامبيون وباكثر اريحيه. واش المغرب التطواني ماشي ضحيه انه ربما وصلوا الان لا لين دروات كيف في كاس العالم؟ احنا ديما كنقولوا فيما كتخسر شي فرقه كنقولوا لا راه ما كانتش مزيانه، لا راه نقدروا علاش ما نقولوش لادفيرسير بانه الفرقه الاخرى اللي ما خلاتهاش تكون مزيانه. احنا كنقولوا ديما الفرقه خاصها تربح، راه كره فير بلاي فيها الربح وفيها الخسران. انا غير سولت مثلا المغرب التطواني لانه وصلنا الان لذاك الخط الاخير على كاس العالم للانديه، واش ربما الدماغ ديال كل واحد من اللاعبين يقدر يكون تخوف من الاصابه وداك الشيء، يقدر اللاعبين كيلعبوا بحذر، ولكن ما كنظنش بانه هذه غتكون خطه غتعاون. هاد الاستراتيجي اللي غيكونوا عند اللعابه ولا هذا الفكر اللي عند اللعابه غيقدر يعاونهم، لانه بين كتقرب بحال هاد لي كومبيتيسيون خاصك ترفع من الايقاع ديال المباريات ديالك من لانتونسيتي باش تقدر تدخل لهاد لا كومبيتيسيون، لان كومبيتيسيون ماشي عاديه. راه ما غتلعبش النيفو ديال اللي كنلعبوا فيه في الشامبيون، باش ما نبقاوش نكذبوا، غتلعب في نيفو اخر، غتلعبوا في نيفو سوبيريور، غتلعب مع دي زيكيب لي دي شامبيون دافريك، شامبيون دازي ديال لا كونكاكاف. فكنظن بانه من كتوصل لواحد ان سيغتان نيفو دو كومبيتيسيون، فكنظن بانه خاصك تهز من الايقاع
وتركز مزيان على لا كومبيتيسيون باش تقدر تمشي فيها بعيد. المغرب التطواني غادي يلعب في المباراه الاولى في كاس العالم مع فريق اوكلاند سيتي، الخصم دائما ديال الممثل قاره اوقيانوسيا، وفي حاله تاهل فريق المغرب التطواني ان شاء الله سيواجه وفاق سطيف الجزائري حامل لقب تشامبيونز ليغ الافريقي البارح. وكنظن بانه راه بور غاني واحد لا كومبيتيسيون راه يفوا افرونتي لي غرون. ما نبقاوش كدوا على راسنا نقول لا نقص هذه ولا هذه، راه سي نورمال هاد لا كومبيتيسيون في هاد لي زيكيب. لحسن الحظ تحتي مع اون ايكيب لي افريكان كتعرف المستوى كيكون متقارب بين الفروق، كتعرف حتى لو ستيل دو جو ديال لي الجيريان ما بعدش على لو ستيل دو جو ديالنا حنا. فكنظن بانه المغرب التطواني عنده اون شونس بانه يحقق هذاك الانجاز اللي حققه الرجاء البيضاوي السنه الماضيه. غير هو كيبقى بانه راه صعيب الحال، ولكن كنظن بانه كل شيء مستحيل في كره القدم. والا كان فريق المغرب التطواني غيدخل بواحد التركيز كيف ما كان دخل فريق الرجاء البيضاوي، فكنظن بانه غيحقق شي نتائج ايجابيه اللي غتفرح الجمهور ديالو وتفرح الجمهور ديال المغاربه عامه. انا بعدا كنشوف شخصيا المغرب التطواني يعني لا كان المغرب التطواني اللي كنعرفوا دومي فيناليست دومي فينال مع سان لورينزو. سان لورينزو ما نقصوش من فريق سطيف اللي كيتوفر على تركيبه بشريه هائله، ولكن لاعبين عندنا حنا في الرباط كنعولوا على الجمهور ديال التطوان غيديبلاصا للرباط ومجموعه العوامل اللي يمكن تساعد المغرب التطواني. كنظن بان بحال هادشي بحال هاد لي كومبيتيسيون كنظن بانه الجمهور كيلعب دور كبير، لانه بحال كيلعب بحال الجوار رقم 12. فكنظن بانه كنعرفوا الجمهور ديال الفريق التطواني جمهور اللي كنحيي بالمناسبه، لانه جمهور ما عمرو دار لا مشاكل لا والو. فكنظن بانه جمهور حضاري وجمهور مؤطر من ناحيه من الدرجه الاولى. اذا مستمعينا الكرام انتم دائما في الاستماع الى نادي الرياضيين على الشدة اف ام. فاصل ونعود لهذا البرنامج. اجنت ناكشو. أنتم دائما في الاستماع إلى نادي الرياضيين على الشدة اف ام. نذكر بنتائج بطولة القسم الثاني، البطولة الوطنية التي جرت مباريات الدورة السابعة نهاية هذا الأسبوع. اتحاد طنجة تعادل مع رجاء بني ملال 0 لمثله. المولودية الوجدية فاز على الاتحاد المحمدية 2-0، أهداف عصام بودلي وعلي تيام. الجمعية السلوية كينهزم من اتحاد تملول، أهداف بوشعيب السفياني في الدقيقتين 49 و 72. الوداد الفاسي كيخسر مع وداد تمارة 0-0، هدف حسن إيراري في الدقيقة الثانية. يوسفية برشيد كيفوز على النادي المكناسي ب3 أهداف مقابل هدفين، أهداف النادي المكناسي حسن عبد الوهاب من ضربتي جزاء الدقيقة 8 الدقيقة 26، ويوسفية برشيد سجل عن طريق ضربتي جزاء حمزة مصدق الدقيقة 32 والدقيقة 69 و35 دقيقة 35 رياض كرم. شباب هو شباب مسيرة 0 لمثله. شباب قصب التادلة كيفوز على الراك بهدفين لواحد، أهداف عادل لطفي جواد ودوش الدقيقة 41 والدقيقة 50، وهدف هشام مرشاد للفريق الراك في الدقيقة 53. اتحاد تمارا كيفوز على أولمبيك تشيرا ب3-1، أهداف لامين ديابي وهشام بن عزة وأيوب الصيغ، والهدف الوحيد لأولمبيك تشيرا عبد اللطيف طوطو الدقيقة 85. زكريا عبوب، بطولة الأمل غنعطيك شي سميات اللي كانوا طلعوا من فئة الأمل ديال فريق الرجاء البيضاوي، وغادي نرجعوا لهذيك المرحله باش نتحدثوا على لا كاليتي ديال الجوار اللي كان كيلعب هذيك الساعه في الفريق الاول. لكن قبل ذلك زكريا الا سمحتي غادي ناخذوا معنا تجربه فريق المغرب التطواني عن طريق عبد الواحد بن حسين اللي كان درب فريق الشبان وفريق الامل ديال فريق المغرب التطواني، وكان حاز معهم المركز الثاني، وكان عرفوا ان المغرب التطواني هو اللي ضمن واحد العدد ديال اللاعبين الاستمراريه في الفريق الاول. سي عبد الواحد بن حسين مرحبا. مرحبا بالاخ منير، مرحبا بالمستمعين الكرام، مرحبا بالطاقم اللي كيسهر على البرنامج. شكرا سي عبد الواحد. سي عبد الواحد بن حسين، يعني فاش كنا كنهيئوا هذه الحلقه تحدثنا كثير على فريق المغرب التطواني، وخاصه ان الجيل اللي فاز بالبطوله، خاصه البطوله ديال العام الماضي، وشفنا التشكيله ديال المغرب التطواني كانت فيها اكثر من 7 ديال اللاعبين كلهم من ابناء فئه الامل ديال المغرب التطواني اللي كانت عندك في موسم 2009-2010 واللي حرزت الصف الثاني. وبالفعل هذوك اللاعبين جلهم كانوا من المدرسه بعدا ديال فريق المغرب التطواني، المدرسه اللي كانت تاسست سنه 1999 تحت السقف ديال الجمعيه ديال كره القدم المصغره، واللي استطاعت باش تشارك في مجموعه ديال الدوريات الدوليه، منها موندياليتو سنه 2001 بلاص بالماس اللي فاز امام اعرق المدارس، وفازت بالموندياليتو. هاد اللاعبين هادو اللي كنتكلموا عليهم ما جاوش من فراغ، جاوا واحد المدرسه اللي استطاعت تنتج وتفرغ مجموعه ديال اللاعبين، وهاد اللاعبين تحت لهم الفرصه ولعبوا على المستوى ديال فريق الامل، واستطاعوا يقدموا نتائج مبهره، والكل كان كيتوقع لهم هذا المستقبل ظاهر. وبالفعل
لما حدث ذاك الاضراب ديال اللاعبين 2011 انهم ياخذوا 2011 كانوا هاد اللاعبين رهن الاشاره، وبالدخول ديالهم استطاعوا انهم يبصموا على نتائج وعلى عطاء في المستوى اللي خلى الكل انهم الى يومنا هذا استطاعوا انهم يفوزوا ببطولتين احترافيتين من اصل 3. يعني ملي كنذكروا اسماء بحال ياسين الكحال، بحال محمد ابرهون، بحال نصير الميموني، بحال يوسف بوشتا، هادو مجموعه اللاعبين اللي كانوا تقحموا، وزيد كروش يعني في موسم 2010 2011. يعني غير اللي بغيت نسولك في الوقت اللي غادي ياخذهم عزيز العمري هاد اللاعبين من فئه الامال، واش كانوا مهيئين انهم يدخلوا الفئات الكبار؟ اللعبه في نور مره على اللاعب هذاك التهيئ والتكوين اللي قمنا به في الفئات الصغرى راه كيخول لهم باش نحبوا. الدليل راه واضح، مجرد ما قحمتيهم وحملتيهم المسؤوليه في الفريق الاول استطاعوا انهم شنو الوصفه اللي دارتها سي بن حسين؟ يعني الا بغينا نسولوك شنو الوصفه اللي خلات هاد اللاعبين ينجحوا يعني في فئه الامال؟ كيفاش طريقه العمل ديالكم؟ واش كنتو كتلعبوا في رفع الستار ديال فريق المغرب التطواني، واخا حنا عارفين بانه مباريات رفع الستار هذاك حديث اخر، الملعب اللي كنتو كتستقبلوا فيه، الفرق اللي كنتو كتخرجوا عندها، عدد المباريات اللي لعبات هذه الفئه، يعني شنو الوصفه اللي خلات هاد الفئه تعطي على الاقل واحد 5 لاعبين في فريق الكبار؟ وحنا كنا كنعتمدوا على واحد لا بيداغوجي دو كومبيتونس اللي كتسمى بيداغوجيه الكفايات. ان الكفايات هي باد اللي كتسمى لا بيرسيبسيون هي الرؤيه، والاناليز هي التحليل، ولا ديسيجن هي اتخاذ القرار. وهذا الطريقه هذه راه كتشتغل عليها فريق البرشلونه، بحيث ان اللاعب كديروا ديما تولفوا انه يلقى الحلول في اسرع وقت ممكن في مختلف الوضعيات اللي كتكون جديده عليه. وكما كتشوفوا بحال اللاعبين بحال الكروش بحال انا كتضعوا في وضعيات صعبه وكيلقى لها الحلول ديالها في واحد الوقت قياسي. وهذا هو اللي خصنا نكونوا اللاعب المغربي بصفه عامه باش انهم يكونوا في هذا المستوى هذا ديال التكوين اللي هو عالمي. نعم سي بن حسين، في الوقت اللي كنتي مدرب ديال فريق الشبان وماشي فريق الامل، فريق الشبان كان اخر موسم في الوقت اللي كانت البطوله ديال الشبان فيها اللاعبين ديال اقل من 19 سنه، ومن بعد في 2010 2011 تم السماح للاعبين اقل من 23 سنه مع امكانيه اضافه 3 ديال اللاعبين كبار. هذيك الفئه اللي كانت عندك ديال اقل من 20 سنه، واش كنتي كتفضل ان دائما الفريق الثاني اللي كيجي من بعد الفريق الاول يكون اقل من 19 سنه او اقل من 23؟ لا انا كنت كنصنف دائما كنلعب اقل من ديك السن هذاك، راه الكروش ولا المجموعه اللي كانت كتلعب اقل من ذاك السن، حيت حلفتهم انهم يلعبوا في واحد النيفو زايد عليهم، بحيث ملي كيلعبوا في النيفو ديالهم ما كيلقاو سهوله وما كيلقاوش شي صعوبه، دائما كيتادابطوا وكيكونوا بارزين. دونك ملي كتلعب في واحد النيفو صعيب عليك، نهار اللي كتلعب في لو نيفو ديالك كيفاش غتكون؟ دونك هذه هي. وحتى السنه الفريطه لما اشتغلت مع فريق المغرب التطواني في فريق الامل هذه السنه اللي فاتت، راه اشتغلت على هذا يقول حتى البدايه ملي بديت بهذه الطريقه هذه كنجلب لاعبين صغار، بحيث حنا عندنا فريق الامل فريق الاول فيه الكروش وفيه السن ديالهم لا يتجاوز 23 سنه. دونك بالنسبه لي باش هاد اللاعبين باش غيساليو او لا غينتقلوا لفرق اخرى باقي لهم الوقت ديال العطاء. دونك انا فضلت باش نقحم لاعبين السنه الفريطه ديال 96 97 وهاد السنه زيد ديال 98 جوج ديال اللعابه اللي درت لهم سور كلاسمون. دونك انا دائما كنفضل نلعب بلاعبين صغار السن. مواليد 97 98 خصك دير لهم لا ليسونس فورت بيان سور كلاسمون اللي كتمشي عند الطبيب وكيعطيك واحد السيرتيفيكا اللي كتخول له انه يلعب في واحد الدرجه اللي زايده عليه. نعم سي بن حسين، بغيت نسولك على واقع بطوله الشبان او بطوله الامل، لانه الوقت اللي دربتي انت كانت بطوله الشبان ونورمالمون كانت هي اللي خصها تكون في رفع الستار. كيفاش كانت كتجرى المباريات؟ فين كنتوا كتلعبوا؟ واش ملاعب معشوشبه ولا الملاعب ديال التراب او الملاعب ديال العشب الاصطناعي؟ ما نكذبش عليك، دابا شوف الاحتراف راه ما كاين غير الهضره. الاحتراف ملي ما يبداش من القاعده راه ما كاينش احتراف. شتي اللاعبين دابا كاع الفرق ولا المسؤولين كاملين كيهتموا الا بالفريق الاول، ما نكذبوش نكونوا واقعيين. ولا الفريق ديال الفئات الصغرى القله القليله اللي كتلقاها كتشتغل على هذه الفئات هذه وكتعطيها الوقت ديالها. علاش؟ واذا بغينا هذه الفرق هذو ولا هذه الفئات نهتموا بها خص يكون قوانين رادعه، بحيث ما نشوفوش ديك المباريات اللي ما كيتلعبوش من طرف بعض الفراقي الفرق اللي كانت ديما كتخسر باعتذار. هي دير باعتذار، وهذا الاعتذار ملي خصو يدير اعتذار ديروا فريق خصو اللي يتعاقب عليه هو الفريق الاول تخصم له نقطه ولا نقطتين باش يمكننا تكونوا. حنا دابا هذا الشيء دايرينه غابور لافورد كنقولوا عندنا التكوين، القاعده ما كنهتموش بها. يعني
سي بن حسين، هذه البطوله هذه انتم لعبتوا في البطوله ديال الشبان، واش كتشوفوا بانها غير بطوله زايده او انها فعلا راه محطوطه لواحد الغرض؟ احنا بالنسبه لنا زعما تطوان كانت كتعطى قيمه لهذا الشيء. لا ماشي غير تطوان بوحدها، يعني عموما يعني على المستوى الوطني. بالنسبه للفرق المستوى الوطني كنشوفوا داك الشيء كارثي. الحقيقه هي هذه، ما نبقاوش نكذبوا على ريوسنا. اللاعبين كتلقاهم كيمشيو في نهارهم كيلعبوا، ما خصنا نخلقوا لهم الظروف ديال والشروط ديال اجراء مباريات في المستوى اللي حنا كنهيئوهم باش انهم يلعبوا في المستقبل في واحد المستوى عالي، وذاك المستوى عالي. نعم. خص بعدك غير ملي كنرفعوا في رفع الستار بدون جمهور. نعم. كيلعبوا خصنا نفضلوا انهم يلعبوا في رفع الستار باش داك التكوين كيكون تحت الضغط في وضعيه حقيقيه، حيت اللاعب ما غيمكنش اللاعب غدا بعدهم ملي غيكبروا وغينضم للفريق الاول غيلعب امام الجمهور ولا ما غيلعبش بالضبط. غادي يلعب امام الجمهور. وانت كيفاش كتكونوا ما كاينش جمهور وكاين شي كاكتور شي ممثل او نابورت كيف اي دومين من الدومين من الميادين، الا والحضور الجماهيري من الجمهور هو اللي كيعطي داك النكهه. سي بن حسين، هو عنصر اساسي لنجاح واحد التظاهره، فهمتي ولا؟ لانه كيعطي التشجيع، كيعطي حوافز لذاك اللاعب باش انه يبرز ويشتغل ويجتهد اكثر، وغيقول انا غدا بعد غيجيو ولاد حومتي عائلتي تفرجوا فيا. دونك وغيكون عليه هذيك الضغط، داك الضغط ما غيعرفوش الا اللي استاذ سي بن حسين. يعني كنشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. كنتمنى لك التوفيق يعني في هذا الورش المفتوح بفريق المغرب التطواني. اكيد غتكون عندنا متابعه بدايه من اليوم لبطوله الامال وكذلك الفئات الصغرى ديال الفرق مع التذكير بالفرق المجتهده على الصعيد الوطني. شكرا لك السي عبد الواحد بن حسين، وكنتمناو نتلاقاو في فرص مقبله ان شاء الله. إذا فاصل ونعود للحديث عن بطولة الأمل دائما في برنامج نادي الرياضيين على شدا اف ام. احنا مازالين معكم في برنامج نادي الرياضيين مع منير أوبري. أجي نتناقشوا. أنتم دائما في الاستماع إلى نادي الرياضيين على شدا اف ام، والحديث دائما عن بطولة الأمل وما يمكن أن تفرزه هذه الفئة بخصوص تعزيز الفريق الأول من اللاعبين. زكريا عبوب، واش فئة الأمل حاليا هي فئة العقاب كيف ذكر لنا سي عبد الواحد بن حسين المنتخليل في الأوف؟ فئة العقاب ديال الا بغيتي تعاقب شي مدرب كتعطيه فئة الأمل، ولا الا بغيتي تعاقب شي لعاب كتصيفطوا لفئة الأمل؟ ما كنظن بانه غير الرؤيه خاصها تكون متحدة من الاول. اشنو انا باغي ندير في ليكيب اسبوار. اما الا كان عندي فيزيون اخرى لي شوز فكنظن بانه غنكون نلقى مشاكل، لانه انا بالنسبه لي فريق الامل هو سي اون بريباراسيون بور ليكيب بروميير. تو بريبار دي جوور كتحاول اللعاب بحال قلتي كتكومبليمونتيه، الا ناقصه عنده شي حاجه، الا عنده ان مونك في شي حاجه كتخدمها ليه، بس من كيمشي ليكيب بروميير كيمشي بحال اون ماتيير بروميير، كيمشي مزيان، اللعاب كيمشي راه كاع لعبنا في فئه الامل. وحاجه اللي كنعيب دابا عندنا اللاعبين، شحال من لاعب كيقول لك انا فئه الامل ما داروا معايا والو. راه لو جوور يدوا سامبوزي، راه انا خاصني امبوزي راسي، امبوزي راسي على لونطرينور ليكيب بروميير. مي تعطاني لوكاز ونمشيو نتريني مع ليكيب خاصني امبوزي ويقولوا هذوك اللعابه هما ديال ليكيب بروميير راه ان جون جاي في الطريق راه غيلعب. هذا هو المشكل. انا لعبت في ليكيب راه ما كانش عندنا صالير، ما كناش كناخذوا صاليرات حنا سي منير في ليكيب اسبوار. راه كنا كنمشيو في الطوبيس، هو سي جماعه تهضر معاه، وكنا كندوشوا بما بارد في تيفيما 3 سنين ولا 4 سنين ما كاينش الماء، هو يكذبني الا قلت هاد الهضره. ورغم هذا الشيء كامل فكنظن وليكيب بريمير ماشي دابا، ليكيب بريمير راه كانوا لي كاليبر صحاح، راه كان واحد 9 ولا 10 لعابه كيلعبوا في ليكيب ناسيونال في الأ. راه طلال القرقوري، جريندو، فيها طلال، فيها السلامي، فيها رضا الرياحي، فيها فهمي عبد الله، فيها. انا نذكر لك شي سميات زكريا: عادل السراج، نبيل مسلوب، عادل ميكي، حميد ناطير، محمد أرمومن، طارق رزقي، أنور بغدادي، عادل حضري وعادل بكاري. هذه الفئة ديال الشبان فريق الرجاء اللي طلعت مع أوسكار كلها. واش هاد اللاعبين يعني، ولكن ما نساوش حتى الانتيليجونس ديال اوسكار، عرف امتى يوظف هذوك اللاعبين. ولكن كون ما كانوش دي جوار فالابر ما كانش ياخذهم اوسكار. ولكن اوسكار تا هو اللي تي انتيليجون، حقاش اوسكار من تحل الباب ديال لي جون، بانه حقاش ما نساوش بانه قبل الفتره ديال اوسكار راه ما كانش واحد الانتيغراسيون ديال لي جون في الرجاء، ما كانش قليل، ما كانش داك الشيء كاع نهائيا ديال جلب اللاعبين. فكنظن بانه هذا عبد ربي اللي كتشوف فيه فتح الامام
الباب ديال اللاعبين انا والسراج وميكي هما اول ملتحقين كنا، وجاو من بعد لا روليف الدراري اللي كانوا معنا جاو كملوا المشوار. كنت انت وعادل السراج التحقتوا مع سلافو موسلان وميكي مع موسلان، فكنظن بانه من تعطاتنا هذيك لوكاس فبينا وجاو الدراري مورانا حتى هما بينوا. ولكن هذا الشيء راه عمل قاعدي، راه حنا ما نقولوش باننا انا دز السونتر دو فورماسيون هي اللي كانت في الرباط ديال المعموره، ولكن الدراري اللي كانوا في لا جينيراسيون ديالي راه باقيين عقل انا، راه كانوا كادي وكانوا كدير لهم بحال لا سونتر دو فورماسيون، كانت كدير لهم دي زونطرينمون صباح وعشيه وكيتغداو تما، رغم ان لي مويان كانت محدوده. دابا كاين لي مويان دابا. نرجعوا لفئه الشبان دراجه، يعني الشكل المنافسه اللي كانت عندكم تما باش وليتوا جاهزين باش تطلعوا الفريق الاول. وراه سيم حنا دابا كنا امال، ولكن راه كانوا بزاف ديال لي كاتيجوري اخرين لي جونيور اخرين حتى هما اللي كانوا عندهم دراري وحتى هما عندهم دراري مزيانين اللي كانوا في لاعبين اللي في المستوى. فماشي احنا غير حنا اللي في لي زيسبوار، راه كل كاتيجوري كاع اي شاك اونترينور كنتي كتلقى عنده واحد 3 ولا 4 ديال لي جوور اللي كاينين اللي فالابل. هنا اللي بغيت نقول لك هو كانت واحد اول حاجه كانت واحد لا كونكيرونس، ثاني حاجه كان لو ساكريفيس، لانه الا ما جيتيش تضحي انا كنشوف دابا دي جون في لي زيسبوار في الراجي كيقول لك لا راه ما خاصكش تعطاك لوكاز راه ما عمرها غتعطاك، راه انت كتكريا انت هذيك لوكاز مين كتكريا وكتحط امامك هذيك الفرصه انت تو لا سيفي، ماشي انت عندك لا وانت باغي تطلع من لي زيسبوار، راه ماشي راه غلط، راه متشارك، ماشي غير ديال المسؤولين، حنا المسؤولين نون بارلون بلو، ما نهضروش على المسؤولين لانه المسؤولين ما عاودش كيفهموا في الكره. حنا راه كنا كنلعبوا كادي مينيم ليكيب لو بريزيدون كيعرف كيقول لك عندي لعاب في المينيم وفي الكادي في الجونيور راه جايين، سي ان انفستيسمون. هادشي ما نهضروش عليه، دخلنا في هادشي، راه هذا الموضوع الا دخلنا فيه انا وياك منير اللي قلتي راه مسلم واقيلا حتى النهار الاربعاء الجاي عاد خلينا في فئه الامانه زكريا الله يرحمه. كنهضروا بانه ان جوور مين كيكون اسبوار خاصو اول حاجه يعرف بانه يعرف اشنو باغي، واش فهمتيني؟ راه اي فرقه راه غتامبوزو غنلعب صحه، راه غتعطاني لوكاز راه غندخل غنحفر على بلاصتي باش غنلعب، راه ما بقاش تجيني. ولكن راه العقليه اللي كتهضر بها زكريا راه ما بقاتش دابا، راه هادشي اللي بغيت نقول لك، ما بقاتش، راه الاغلاط راه مشتركه، راه انا ترينيت مع لي سبور بلا ما نقول لك ديال من، راه ما كيعرفش يدوز على ظهره، دوز على ظهره راه علم لي محمد فاخر مينيم كنعرف دوز على ظهره. باش نكون معاك واضح نقول لك اللي كاين، حتى وكنتي كدوز عند هاد لي زونكادرور، حنا ما غنجيوش حتى الاخر نهضروا، راه زنا عند المرحوم بكار الله يرحمه، زنا عند عبد الرزاق الله يرحمه، راه شا كونترينور كيوريك شي حاجه، كتمشي عند هذا كيوريك كيفاش توقف تاكتيكمون، كتمشي عند هذا كيوريك لي جو دو تيت، كتمشي عند هذا لي فراب دو بال سو كيفي هذيك انت كتوصل بحال قلتي جاهز. ولكن اهم حاجه خديتها اليوم، المعلومه اللي خديتها لهم هي دوز على ظهره. نكذب عليك، دوز على ظهره هذه اللي اول مره كنسمعها، وفعلا هي داخله في دوك العلامات باش كيتفاهم دوك لي مو تكنيك اللي دوز على ظهره. راه قلت لك شاك كونترينور حنا ما نكروس هاد الناس الله يكثر الله اللي مات الله يرحمه ويوسع عليه، اللي باقي في الحياه الله يطول لي في عمره، هاد الناس راه ما نساوش الخير ديالهم، راه رغم انه كانت الامكانيات محدوده ولكن راه عطاونا شي حوايج اللي قدرنا نخدموا بهم في زكريا عمرك تبعتي شي مباراه ديال فئه الامل هذا العام؟ ما كنمشيش نتفرج، ما نكذبش عليك، لانه فئه الامل باقي ما تعطى ماشي ما كنمشيش نتفرج، لانه انا دابا كنسمع بانه مثلا احنا عندنا في الرجاء 3 سنين وهي كدي فئه الامل، ولكن راه احنا غنجاوبوا على هذا السؤال، نعطيو بعض النتائج ديال الدوره السابعه. الرجاء البيضاوي فاز على اولمبيك خريبكا ب2-1. نهضه بركان تعادلت اليوم فئه الامل مع فريق الوداد ب1-1. فريق شباب الريف الحسيمه تعادلوا مع الفتح الرباطي 0 لمثله. الجيش الملكي فاز على حسنيه اكادير ب4-1. والترتيب ديال 3 الفرق الاولى، فريق الجيش الملكي كيتصدر بدايه من هذه الدوره ب4 ديال الانتصارات وتعادل، يعني عنده الان 17 نقطه، مع فريق الوداد البيضاوي اللي عنده كذلك 17 نقطه، متبوعين بفريق الرجاء اللي عنده 4 ديال الانتصارات وتعادل او 4 ديال الانتصارات وخساره، يعني عنده 16 نقطه، فارق نقطه واحده على فريق الجيش الملكي الوداد. المتصدر الجيش الملكي اللي كيشرف عليه السي عزيز الصمدي، اللي سعداء باستضافته هذا اليوم باش نتعرفوا حتى على فريق الجيش الملكي وامل فريق الجيش الملكي. عزيز الصمدي مرحبا. مرحبا الاخ منير ومرحبا بزكريا وتبارك الله عليكم، وكنشكرك جزيل الشكر الاخ منير على هذا الموضوع اللي جبتيه، لانه موضوع ديال الساعه الان على الكره الوطنيه، ومشكورين جزيل الشكر الاخوان التقنيين. شكرا عزيز الصمدي. فبطوله الامل هذا العام خديناك انت مدرب ديال احدى الفرق المتصدره، يعني كتمارس الان في فئه الامل، يعني كتعرف واقع ديال بطوله الامل، كتستقبلوا فرق، كتمشيو عند فرق، كتعرفوا الجو العام ديال الممارسه. اش يمكن لك تقول لنا على الجو العام ديال هذه البطوله اللي كنسميوها بطوله الامل او لونتي شومبر ديال ليكيب بروميير؟
حق بطولة الأمل هي اسم على مسمى أمل ديال الكرة الوطنية وأمل ديال الفرق اللي كيلعبوا في هذوك اللاعبين. نعم. حقيقة الأمر أنها كاين مستوى عند بعض الفرق اللي مستوى عالي، كنشوفوا انديفيديالمون دي غون كاليبر ديال الفوتبول. مرات عديدة كيتوضع السؤال فين هما هاد اللعابة؟ فين مشاو هاد اللعابة؟ هنا المشكل مطروح هو الاستراتيجي ديال العمل ديال الفريق ديال النادي ككل والمدرب اللي كيكون عند الفريق الاول. كاين مدربين كيامنوا باللاعبين ديال الامل والشبان، وكاين اللي ما كيامنش باللاعبين ديال الامل. المدربين اللي ما كيامنوش نهائيا، واخا تعطيه تقول له هذا اللاعب راه هداف راه سجل ليا ولا لاعب تقني ولا لاعب في الدفاع مهاري. وكاين واحد العباره اللي كتقال بزاف السي عزيز، هي لا هذا اللعاب غنحرقوا. هذا المشكل مطروح وغيبقى مطروح دائما. هو سيف ذو حدين، بعض المرات تيكون في صالح اللاعب، بعض المرات تيكون ماشي في صالح اللاعب. نقدروا ناخذوا امثله في الكره المغربيه، شحال من لاعب شاب ولعب في واحد الفتره طويله وعلى مستوى عالي، على هادو محسوبين على الاصابع، محسوبين على رؤوس الاصابع جدا. عندك واحد الولد راه معاك صوتي في البلاطو، زكريا عبود، اللي اللاعبين اللي حنا كنا كنلعبوا ذاك الوقت وسمعنا بواحد اللاعب شاب جاي ولكن مشى بقى في المستوى عالي ولعب على اعلى مستوى. هذا نموذج مثال. وكاين لاعب اخرين يلعبوا سنه ونص سنتين. واش العمر ديال جوغ دو فوتبول هو عامين ولا 3 سنوات؟ راه خصو يلعب على الاقل واحد 10 سنوات في المستوى عالي وكتيتولير يكون في الفريق ديالو والناس كيعرفوه. حنا الان كنشوفوا لاعب اللي كيلعب عام عامين، كاين اللي ما كيلعبش كاين اللي ما كيكملش العام لانه غير كدار عليه الاضواء صافي كيحبس. بلا ما نعطيو الاسماء ودي السي منير، كاينين الان لاعبين كنسمعوا بهم. علاش؟ كاين واحد الخطا هنايا. انا غير لا سمحتي السي عزيز، انا هاد الاسماء اللي قلتي دابا اللي كاينه هذا العام، انا والله العظيم كاين واحد 4 اسميات انا خايف عليهم والله الا من قلبي، خايف عليهم لانه الاضواء المسلطه عليهم الان راه يمكن من هنا للاخر ديال لا سيزون ما تبقاش تسمعهم. متفق معك. راه كاين واحد في الوداد واحد في الحسنيه وجوج في الماس. هذا هو المشكل. اذا هنا كيبقى الناس اللي اونكادريو هاد لي جون عندهم عمل كبير بزاف. وحنا علاش نقول لك جبت هذا الموضوع اللي موضوع زعما متميز جدا، لان هاد اللعابه واش من هنا لقدام الكره المغربيه شو اللي غيلعب فيها؟ واش غيجيبوا لنا شي لعابه من السماء الا ما كوناش الان على جميع المستويات؟ ما كنتكلمش معاك على المستوى التقني، على المستوى التقني لا، على لي زاكتور، على اللاعبين وبيان سور اللاعبين. عزيز الصمدي غير لا سمحتي عندي فاصل في اقل من دقيقه وغادي نرجعوا لك ان شاء الله، بقى معنا. احنا مازالين معكم في برنامج نادي الرياضيين مع منير أوبري. اجي نتناقشوا. انتم دائما في الاستماع الى نادي الرياضيين على شدا اف ام، ونواصل الحديث مع سي عزيز الصمدي. عزيز مازال معنا؟ مازال معكم. بغيت الله يرحم باك، جات في الكلام ديالك قلتي هاد اللاعبين فين مشاو، فين كيمشيو. انا بغيت نطرح واحد السؤال، هاد اللاعبين ديال لاسبوار منين جاو؟ منين جاو؟ تقدر تجاوبني على هذا السؤال سي عزيز؟ معلوم. نجاوب من التجربه ديالي انا والتجربه ديال سونتر فورماسيون ديال الجيش الملكي، الرياضيه القوات ديال الجيش الملكي. اوكي. هنا بعدا بالنسبه للسونتر فورماسيون هاد لي جون اللي كيلعبوا عندي في لاسبوار ما كيجيوش ديريكتومون عندي، كيدرجوا من لي مينيم كادي جونيور اسبوار. هاد الناس جالسين عندنا في سونتر فورماسيون في المركز الرياضي ديال الجيش الملكي في المعموره. عندنا اكثر من 70 لاعب كياكلوا. كاين الطبيب، كاين لا سكوليزاسيون، يعني المتابعه يوميه وكيباتوا عندنا. هنا كاين مسؤوليه، ولات مسؤوليه كبيره بزاف. علاش؟ حيت ولينا حنا ماشي غير دي كوتش في التيران ولكن مؤثرين ومربين. هادو الوليدات هادو بعاد على العائلات ديالهم. هذه مسؤوليه جسيمه ومسؤوليه كبيره. كتولي مربي لانك تحضر مع الحنان ديال العائله ديالو بعيد على العائله ديالو.
هنا هذا الولد واش هاد 70 ولا اكثر من 70 لاعب كلهم غيلعبوا الكره؟ لا ما يلعبوش كلهم الكره. هنا المسؤوليه كتولي كبيره. هاد الولد اللي لعب معاك مينيم كادي جونيور، من يوصل لاج جونيور دوز معاك واحد الخمس سنين، قلتي له ولدي انت ما تصلحش لنا، ما عندكش الكيد باش تلعب الفوتبول في هذه الفرقه هذه، سير في حالك. شحال ضيعتي ليه ديال الوقت ديالو وتردوا عند العائله ديالو. حنا هنا الان في المركز الرياضي والمسؤولين، هذه استراتيجيه ديال العمل ديال المسؤولين ديال الجيش الملكي، انهم هنا مشكور الجنرال كور دارمي حسني بسليمان والجنرال مصمم، قال لك هاد الناس هادو خصهم ضروري الدراسه، المتابعه الدراسيه. الان فريق الجيش الملكي كنظن الوحيد اللي كي يحضر جميع اللاعبين عندهم دراسه، ضروري الدراسه. الى جا بعض المرات كيجيو عندنا لاعبين اللي ماشي متمدرسين، كان ضروري خصنا ندخلوهم ليكول باش يقراو. يعني فريق الامل اللي كتشرف عليه حاليا اللاعبين اللي وصلوا لعندك لهذه الفئه، يعني تجاوزوا واحد المجموعه ديال المراحل وكتخدموا في واحد الاطار محدد داخل مركز التكوين ديال الجمعيه الرياضيه للقوات المسلحه اللي هي السونتر دو فورماسيون ديال الجيش الملكي. انا بغيت غير نسول الان هذه الفئه هذه اكيد عندك واحد المجموعه ديال عندك واحد الجروب، واش كاين لاعبين اللي الان كيلعبوا في فئه الامل ومؤهلين انهم يلعبوا في الفريق الاول؟ وي لانه الا كنا كنهضروا على التكوين في فئه الامل هي ذيك المرحله ديال ما قبل الخروج للواجهه. واش فريق الجيش الملكي الان فئه الامل كيهيئ لنا لاعبين اللي ممكن نشوفوهم في الفريق الاول؟ سي منير، لوبجيكتيف ديالنا حنا شنو هو؟ سونتر فورماسيون ولا فورماسيون والتكوين؟ سي لا فورماسيون، ولكن عندنا واحد لوبجيكتيف هو لاليمونطاسيون ديال ليكيب بروميير. الا انا غندير البطوله ولا غنتكلاسا في اسفل الترتيب وما عطيت حتى لعاب، شنو لوبجيكتيف ديالي؟ والو، ما عنديش لوبجيكتيف. الهدف هو نكون لاعبين اللي يوصلوا للفريق الاول. الحمد لله اليوم في الجيش الملكي، اليوم المقابله ديال اليوم شفنا ثلاثه اللاعبين ديال مركز التكوين. كان بن عارف بالرحمه، كان العمري، لا ماشي بالرحمه، هذاك بالرحمه الاخ ديالو اللي كيلعب في خنيفره، هذا من مركز التكوين ديالنا. هو مسامح، هادو جوج لاعبين اللي خرجوا من مركز التكوين ديال الجيش الملكي كيلعبوا في خنيفره. كاين بالرحمه اخو اللاعب اللي في خنيفره، هو بالرحمه فعلا. والنغمي، المهدي النغمي راه كان في سونتر فورماسيون ديال الجيش من 2001. 2001 النغمي كاين لاعبين اللي كيدربوا كوتيديانمون مع ليكيب بروميير. عندنا 6 ديال اللاعبين كيدربوا مع المدرب رشيد الطوسي. هنا كيولي علاش كيدربوا مع رشيد الطوسي؟ حيت المدرب كيامن باللاعبين وكيجي يتفرج فيهم ومعايا اون كونتاكت ديما، كيقولني شكون هاد اللاعبين اللي كاينين. ومين كنلعب فريق الامل اول متصل كيكون المدرب، نعطيه لو رابور ديال شكون اللاعبين اللي كانوا في المستوى. يعني في اطار العمل ديالكم كاين علاقه مع الفريق الاول، كاين هذاك السلم اللي كيدي من الفريق الاول وكيجيب من الفريق الاول. نعم فعلا. ولكن غنسولك على واحد لو ديتاي اللي ربما انت عشتيه يمكن كلاعب ولكن ما كتعيشوش الان كمدرب، هي المباريات ديال رفع الستار. كتلعبوا في بلايص بعاد، في ملاعب بعاد. لا هذا مشكل كبير. واش اللاعب الان اللي كنخرجوا ليكيب بروميير واش بنفس لي كاليتي ديال اللاعب اللي كان في العهد ديالكم شحال هذه كان كيلعب في رفع الستار؟ لا ما يمكنش. هذه النقطه مهمه بزاف سي منير، طرقتي لها مهمه بزاف. علاش؟ بالنسبه للفريق اللاعبين ديال الامل بزاف خصنا نوفروا لهم شي حوايج باش يعطيو الماكسيموم. هما لا موتيفاسيون، التحفيز ما كنهضرش على التحفيز المادي، التحفيز المعنوي. التحفيز المعنوي هو يلعب قدام الجمهور، الناس كيبداو يعرفوه، الجمهور الناس كيبداو يتكلموا راه هذاك اللاعب في الجيش الملكي واحد لافونتر تبارك الله مزيان، واحد لاريغوش تبارك الله مزيان. هنا كتولي لا موتيفاسيون انترن ديال اللاعب بوحدو. اما لا موتيفاسيون ديال التحفيز المادي هذا كاين. علاش؟ حيت هو ديجا خصو يقلب باش يوصل لكي بروميير ويدير واحد الكونطرا تما. هذا تحفيز بوحدك انت كشاب تكون محفز، قول انا خصني نوصل لواحد المستوى. هنا كاين الكونطرا، غنبدا نقبض الصالير ديالي، عندي واحد مبلغ مادي غنعيش به، بزاف نعيش العائله ديالي. كتفكر بزاف مسائل بحال هكا. هذه كاينه موتيفاسيون ما كاينش مشكل، ولكن الجمهور ضروري اللاعب خصو يحس بانه اللاعب قدام الناس كيشوفوه ويعطي الماكسيموم. انت ككوتش كتحاول تخرج منه الماكسيموم، ولكن شي حوايج هو خصو يعيشهم.
سؤال اخير سي عزيز الصمدي قبل ما يعني نمشيو لمحاور اخرى مع زكريا عبوب مع ضيوف اخرين. انت كفريق متصدر الجيش الملكي، يعني في حاله الفريق اللي كيفوز بالبطوله في فئه الامل، واش بالضروره هذا الفريق اللي كيفوز بالبطوله راه اللاعبين ديالو فالابل ليكيب بروميير؟ واش بالضروره؟ هو اول حاجه سي منير بعدا شكرا عطيتيني بان متصدر. انا ما عرفتش بعدا واش انا متصدر. لا متصدر ربحتي وفريق الوداد تعادل، اذا متصدر في الصف الاول مع فريق الوداد. هنا كاين هذاك الشيء ذكرتك في الاول على البرنامج وعلى هذا الموضوع، كاين تكتب اعلامي كبير على هذه الفئه هذه. لا راه فضيحه كبرى. عزيز انت كمدرب ولا ككوتش عزيز تكلم. عزيز السلام عليكم اخويا زكريا معك. شوف راه استراتيجي اللي قلتي عليها راه هي اللي كاينه. راه ليكيب انا بالنسبه لي امال راه ماشي خاصها تحقق نتائج، سيت اون بريباراسيون ليكيب واش غنعطي دي جوور فان داني ليكيب ولا ما غنعطيهمش؟ هادشي اللي كاين. انا كاع ديت شامبيون ديال لي زيسبوار، اش غندير بها كاع الشامبيون ديال لي زيسبوار؟ لا ما واش تشارك في الشامبيونز ليغ؟ ما عرفتش انا هاد الناس كيفاش كيفكروا. انا كنعرف لي زيسبوار كنبريباري كيكونوا عندي 3 ديال لي زيليمون 4 اليمون. راه كيف قلتي راه لا فورماسيون راه من 500 راه ما كتلعبش 500 راه خديت منها 4 راه فورماسيون ناجحه. فوالا زكريا خويا سمعتك انا قبيله تصنت من بدايه البرنامج تكلمتي عرفتي مشيتي للصميم تكلمتي بمعقول بالحق، وحيت انت عشتي هذه المرحله هذه. كاين الناس اللي ما عاشوش هذه المرحله، وهذه المرحله مهمه بزاف في الكره المغربيه. الحمد لله كاين الناس اللي كتامن بالتكوين. انا كنعيش الان مع فريق الجيش الملكي كنحس بالتكوين. عندنا ان بريباراتور مونتال بالنسبه لي جون، قلت لك 70 لاعب عندنا بالتطبيب ديالهم بالماكله ديالهم بالقرايه ديالهم كنحرصوا عليهم، لان لما لعبش معانا فين غيمشي هذا الولد؟ احنا ما كنكونوش لاعب، كنكونوا انسان ومواطن مواطن صالح، لان هذا الولد بعيد على الوالدين ديالو، ولا ما لعبش الكره غترجع للوالد ديالو. اش غيدير؟ سي عزيز هذه غناخذ من عندك هذه الكلمه دي، لانه كان قالها السي عبد الرزاق مكوار الله يرحمه في الوقت اللي كان كيهضر على فئه اللاعبين الناشئين. قال حتى الا ما كوناش لاعب ديال كره القدم نكونوا متفرج ونكونوا واحد الانسان ونكونوا واحد المواطن. ضروري هذه مسؤوليه ديالنا وهذا واجب. نعم. ماشي حنا كنديروا كنتخلصوا عليه ولا كنديروا، هذا واجب ديال المواطن. سي هيومانيتير. انسان لعبتي الكره جا عندك واحد الولد صغير باغي يلعب الكره عنده هدف ما وصلش. نعم. الهدف ديالو غيضيع هذاك الولد غيمشي للزنقه. حنا لا، هذا الولد خصو يرجع عند والديه مزيان. نعطيك مثال العام اللي فات سي عزيز في اقل من 20 ثانيه، لانه تابعنا الاذان ديال صلاه العام اللي فات دوز عندنا 12 واحد البكالوريا، 11 واحد نجح في البكالوريا، و5 ديال الدراري باقيين معنا و6 مشاو. اذا الحمد لله نجحنا حنايا. سي عزيز الصمدي شكرا جزيلا لك، كنتمناو لك التوفيق صحبه مجموعه من الاطر اللي كيشرفوا على فئات الامال بالبطوله الوطنيه المغربيه. مستمعينا الكرام اذان صلاه العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي، تقبل الله صلاتكم. بعد ذلك موجز الاخبار مع مريم وجيه ونعود بعد ذلك، ابقوا معنا.